تعال اقول لك، لو انت من اسكندريه ونزلت اسكندريه في يوم يبقى لازم تعدي على مطعم الاستاذ اللي موجود في شارع جمال عبد الناصر اللي بعد شارع علي هيبه. اعمل منشن لصاحبك الجدع عشان مش هتعرف تخلص الاكل لوحدك، لازم يجي يخلص الاكل معاك. زي ما انت شايف ده بيعمل الفطيره كانها سجاده مفروده على. لا ومش بس كده، ده كمان بيترسها جبنه وعمال يترسها في شويه حاجات جميله جدا تخلي ريقك يجي. ده انت ما تاخدش من عنده فطيره حاجه بس، ده انت الفطيره الحلو معموله بمزاج بطريقه مرعبه. وكمان بيعمل كراكيب، وخدنا من عنده كريبايه حادقه بالصدق هتاكله مش هتلق، واهم حاجه عنده كانت التسويه التمام. واي حد بيحب الجبنه يقول لما تقول له انك بتحبها هتلاقيه بيترسها جبنه، ويمكن الوحيد اللي بشوفه بيحط خس في الحشو وبينزل بصوصات بيضه وحمراء. ولو انت من عشاق المكرونه، الناس دي بتعملها بطريقه مجنونه. الناس دي اكيد بتخسر بسبب براميل الجبنه اللي بيستخدموها. هو اكيد الخساره دي قدامها مكسب، عشان كده لازم يكسبك طعم الحاجه اللي بيعملها. وعجينه البتايز خفيفه وزن وطعم، لكن